السلام عليكم. حبايب قلبي، مشاهديني ومتابعيني. اليوم راح لكم حلقة عن إنتاج الطيور. هاي المحمية الجاوة، مثل ما قلنا لكم هذا الجاوة لازم ينعزل بوحده. هذا لازم ينعزل بوحده. هذا الإنتاج. هاي عندك هنا مخاليف. يسألون يقولون مخليوها الفناجس ليش مخليوها الفناجس؟ هذول الفناجس عاديات، خليتها للتجربة. على مود أدقت أكثر، طلعت الكبار بالنسبة للجاوة الكبار مو مؤذيات قد المخاليف. اخوان صلى على محمد. هاي مخاليف، هاي المخاليف مؤذية. الكبار مو مؤذيات، بس المخاليف. بالنسبة لي يسألني على الجاوة المؤذي. اخوان ذبيت الكبار أول مرة، وذبيت ذني زوجين العاديات، الفناجس العادية. برخ الخير من الله. بس بعدين من طلعت الوجبة مالت الأفراخ مال الجاوة، شوية صار عندي يعني هلاكات بالفناجس. وخلينا وياه زوج هذا المذبوح إذا شفتوه بالحلقة السابقة، وخلينا وياهن زوجين بنغاليات. هذا موضوعنا بما يخص الطيور. هاي المحمية الأولى أو القاطع الأول، هذا خاص بالجاوة. يعني أنتم مثل ما تدرون احنا قطعناها المحمية، قطعناها. صلى على محمد. هاي المحمية الثانية، محمية الفناجس الجامبو، سوبر جامبو وسط. على طلبات المتابعين قالوا صار لنا المحمية كاملة والإنتاج. واحد من عندهم أخونا عبد الرسول صديقنا مشتركنا بالدلل. هاي لعيونك ولعيون كل واحد يتابع المقطع. اخوان هذا الفنجس، هذا الجامبو الكبير انتاجه كلش ضعيف بالنسبه للخشن. يعني ما البيض 3 بيضات ماكو، بس واحد يقع يموت لو هاي. فيراد له مكان يعني خانه، ربيه بالخانه، خاصه هذا الكبير. سوبر كبير عندي موجودات من عندهم انتجن، بس انتاجهم ضعيف. عندك هذا الوسط زين، انتاجه حلو. صلى على محمد. هاي افراخه، صلوا على محمد. هاي الوجبه الاخيره، هاي نزلت اذا تشوفونها.
هاي المحمية بيها فناجس، انواع فناجس ما عدا العادي. بيها الجولدن بلو، والله ما انتج عندي الجولدن بلو لحد هاللحظة، ما انتج عندي. بيها هاي بوم فينش، بوم فينش. بيها هذا الستار، ستار فينش. هذا انتج عندي، انتج عندي بس بالمطرة ما تنفر خاته. شفتكم اياها بالمطرة هاي القوية. هاي فرخات. وين هذا الدايموند، هاي الدايموند، هذا العش مالته. شوف شلون نسوي، شوف هذه الطيارة جوا موجودة. اخوان فتح اعشاش ما اقدر اسوي، فتح اعشاش بالنسبة للطيور الفينيشات ما اقدر اسوي. تقولوا لي ليش؟ هاي طيور حساسة، طيور حساسة، بس تجي على العش مالتها تلزمه تعوفه تهجره. فاحنا ارجو منكم لا تطالبونا فتح اعشاش، اشوفكم فرخاتين من كبران من يطلعن. هو ما منتج لحد هسه، ما منتج بيض، ما انتج عندي، لان انا كل ما بيضين اباوع عليهن، اظل اباوع عليهن وهاي. فارجو من عندكم لا تطالبوني فتح اعشاش، اسالوني على اي شيء يفيدكم، ما تعرفوا ولا اسالني، ما قصر وياك. هاي الفرخات، هاي بالنسبه للفناجس. وهاي بالنسبه للجولدن، طائر الجولدن، هذا الجولدن ابو الالوان، هذا من فضل الله انتج عندي. قبل فرخات اول مره صار سنتين جانيهن، كل شيء ما حصلت من عندهن. كنت اجيب مستورد ويموت، لو ما يبيض لو هاي، فجبت تبذير عراقي، جبت تبذير عراقي والحمد لله والشكر. انتجن ثلاثه، واحد مات بالمطره، بقى عندنا اثنين فرخات فوق، ما اقدر اشوف من وين السيارات. اذا تشوفون ذاك واحد هاي بالزاويه، ذاك لا تشوفونه. كبر هسه يعني صار مخلف. فقلت لكم اشتريت تبذير عراقي صار عندي الحمد لله. هذا انتاج، هذا موسم. تدللون نشوفكم افراخي، بس ما نقدر نسوي فتح شاش. هذا فضل الله افراخ هاي. هذا بالنسبه لي هذا البنات ما حلقها، ما حلقها.
بس عندك حمام الملكي حلقة، الفينيشات حلقهن. صلى على محمد. اخوان هذا القاطع الثالث او المحمية الثالثة، هاي خاصة بطيور المغردة. يسألون طيور المغردة شنو طيور المغردة؟ طيور المغردة مثل الكناري، عندك الحسون، وعندك الموزمبيقي. ما شاء الله شلون يغرد. كناري، موزمبيقي، الحسون. عندك هذا طائر البسبوس، هذا انصحكم لا تجيبوه. ما يعيش عندنا هنا. انا جبت والله هواي من عنده بقى بس واحد. هذا طائر البسبوس، يسمونه طائر البسبوس من الجبهة الحمراء. طائر البسبوس هذا شوفوا من الجبهة الحمراء. هو طير حلو بس ما هو انا بقى بس حال عندي هذا. انا من خليته على مود نطبقهن بالموسم ان شاء الله. هذا الموسم اللي جانا. هذا بالنسبه للطائر الحسون. انتج عندي والله، انتج عندي 3 عشوش بس الفناجس خربان عليه من فوق الفرخات مالته موتنهن حتى حلقتهن، فاني وقتها ما صورتهن والله. فشكو واحد يسالني على هاي الطيور. هاي الطيور انتاجها موسمها بس بالصيف. هسه من الشهر الثالث يبدي موسم تكاثر الحسون. ها بالنسبه هاي احنا تعتبر هسه حاليا بالطبيعه هي، بس اذا تقدر تكاثرها بالاقفاص توفر لها الحراره البروده وتكاثر عندك عادي بالخانات. اخوان اذا واحد يسالني تبيع ما تبيع، ما عندي هسه اي طير للبيع حاليا، ما عندي. انا من اللي ابيع انا انشر. صلى على محمد. هاي عندك المحمية الرابعة، محمية كبيرة. هاي خاصة الحمام، انواع الحمام، الحمام الملكي، الحمام المقنع، الحمام الماسي. قناة فرات صياد. فرات اخونا فرات ابو البصرة قال زيبرة ما حد جايبها وما متكاثر عند احد. هاي اول مرة اجيبها اني. لا اخوي انت غلطان، مع احتراماتي لك. انا عندي صار لها 2 سنين، عندي خير من الله من عندها. اسرى والكيان. يسألوني جماعة يقولوا لي شنو الافضل طيور تتكاثر عندك بالمحمية. اخوان انا ذني الفينيشات عندك الشمع الخدين وما شمع الخدين ذني جبتن والله بس يشيلون هسه يعني، بس ابغى عليهم بس ما يتكيفن ويا الجو مالتنا يموت. جبتن انا بس والله يعني على مود الحلا مالتهن وعلى مود التونس عليهن، مو على مود التكاثر مالتهن. بس بالنسبه للحمام الملكي، الفاخت الملكي او المقنع او الزيبره، وعندك هذا الحمام القمري، هذا البري، هذا القمري السعودي بالمحميات السعوديه حجم كبير. هذا شوفونه موجود عندي. هذا جبته جديد والله، جبته من ابو النجف. شوفوا هذا موجود عندي من عنده، بس هذا هسه من موسم مالته مال التكاثر. فقلنا لكم الحمام
بأنواعه هو المنتج والفنادس. وعندك الجاوة زين، بس الجاوة ما يتربى ويا الطيور. ونشوف هذا ايش سوى. هذا حجمه كبير، حجمه كبير. شوف ايش سوى. هاي الطيور الفينيشات اكثر شيء يجيبوا لها دخن عراقي. يعني انت تخلي دخن اوكراني، مو ما تخلي دخن اوكراني، بس لان الطيور يحبن دخن ناعم، دخن عراقي او دخن مال فينيشات. دخن الفينيشات هذاك موجود بس غالي، سعر القونية 55,000 25 كيلو، فما يقدرون يجيبونها. هذاك خاص بس الفينيشات. هذا تخبط ويا الدخن الاوكراني او اي دخن. هذا بالنسبه للاكل. ما شاء الله عندنا انتاجنا لا تشوفون. هذا الانتاج مالنا مال الحمام. اخوان ينتج وما ينتج. طلع لا محمد، بس الجو بارد، الجو بارد، فالقاع بيها رطوبة. يطلع الفرق عندك كامل، ينزل من ينزل بالقاع رطوبة عالية يعني فيموت يجمد. إذا متابعين متابعين الموضوع بالنسبة للحلقات السابقة. اخوانا اللي فات يعني شوف شلون الفوات عندي بالمحمية متوالفات. فأي واحد عنده استفسار، عنده سؤال، يسألني، ما بيها شيء. بس أنا طيور ما أبيع، الطيور ما أبيع حاليا. لا حد يقول لي أبيع تبيع، ما أجاوبه ترى. فأجل اشتراك في القناة مالتي شوية ادعموها لأن ما دا أقصر وياكم. واللي يشاهد هذا المقطع خلي لايك. اللي يشاهد المقطع خلي لايك. يلا اخوان، طال الفيديو عليكم، لا تنسونا بالدعم. يلا.